معقولة بقى هي دي ديزني لاند. أحلى حاجة في يومنا جت في الآخر. هو دوبي عنده خبر بموضوع ميكي ماوس ده وديزني لاند واللي احنا فيه ده. دوبي قبلك بالترحاب. وقفنا ساعة وقال لك اللعبة عطلت، الراجل راح يجيب حجارة. اصل اللعبه دي بالذات شغاله على حجاره. لايت يير يعني مش باز يطير، ده غلط. باز يطير ينادي قيادة الكوكب الى اللانهائية وما بعدها لان الطابور الى اللانهائية. جي سويت ريكونتور. عشان نوصل ديزني لاند من باريس ركبنا قطر ب2.5 يورو. سعر التذكرة من 50 ل 100 يورو. كل ما بتحجز بدري اكتر بتكون السعر اقل. وده البارك واحدة اللي هي ديزني لاند، في واحدة تانية جنبها اسمها يونيفرسال تقدر تحجز تذكرة الاتنين مع بعض. اهم حاجة الباريد اللي بتكون الساعة 11:30 وبتلف البارك كلها، ما تفوتهاش. احنا في اغربك غابة وأعجبة. وحاولوا تحضروا العروض في المسارح بتبقى تحفة. احنا حضرنا عرض ذا لايون كينج. احنا في العالم بتاع بايرتس اوف ذا كاريبيان. لعبنا لعبة، حضرنا شو، شفنا الباريد. وكفاية كده يا باشا، راجعين مصر. ما تقرفناش معاك. انا مش حاسه برجلي. هو اللي حصل يتحكي يا باشا. احنا ركبنا قطر الموت في دي. انت عشان جبان. ما تحسن ملفظك يا باغي. الستار وورز سبيس ماونتن ده ما تركبوش لو انت بتخاف. كل واقف في الطابور كأن الطابور ده يعني خلاص. يا عم شيل الحديدة وادخل. انا بخلي امي تقف في الطابور عادي. شغل مصريين، كل المصريين عايزين يسرقوا. محتاج 2 صيع من صحابي. انا رايح لدوبي. دوبي مني وعارفه وعارفني. ولو وقفني طوابير. انا في باريس في ديزني لاند باكل بيتزا على شكل ميكي، واصحابي اللي اترفضوا قاعدين في الساحل. يا خدام الفلبيني. وقفوا في الطوابير معلش شوية عشان تلعبوا لكم لعبتين 3. مش جديد في إيقار الملاهي ده. اخر حاجه واحلى حاجه في ديزني لاند هي الشو اللي بيتعمل بالليل، تيلز اوف ماجيك. ولازم تقعد من بدري تستنى عشان تلاقي مكان كويس تشوف منه الشو. بيبقى فيه فاير ووركس والنافوره وعروض بالليزر ودرونز، حاجه في منتهى الروعه. الفيديو الكامل لرحلتنا لديزني لاند هتلاقوه على اليوتيوب. خشوا اتفرجوا عليه واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. شيروا لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وفولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. اشوفكم على سفر باذن الله.